السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة الفطير المشلتت الفلاحي. سمنة بلدي، سمنة نباتي، اللي عندك في البيت هتعملي بيه، وكمان اوفر من بره بكتير. هو بس سر وحيد كده احنا هنعمله، انه العجينة كل ما نعمل خطوة في العجينة هنريحها. هو ده سر الفطير المشلتت. بصوا، مورقة وهشة، مش قادرة اقول لكم على الطراوة، يعني طراوتها قد ايه وهشة، والطبقات فوق بعضها. هنبدأ مع بعض. المكونات بسيطة جدا: دقيق وملح، ذرة ملح ومية. دي حسب ما انت عاوزة، كيلو، 2 3. انا عاملة ده المقدار ده 2 كيلو. المية كل نوع دقيق بياخد مية غير التاني. يعني الدقيق اللي انا مستخدماه متعدد الاستخدام واخد معايا 1.5 لتر ونص كوباية كمان. هفضل اعجنه كده لحد ما الاقي العجينة عملت معايا عرق. طول ما هي بتتقطع كده يبقى لا، ما نفعتش، مش نافعة لسه، عايزة تتعجن كمان. بالعجان او بالايد سهلة جدا. لو ما عندكيش عجان اعجني بايدك. هتعجنيها 3 دقايق وتسيبيها 3 دقايق، تعجنيها 3 دقايق وتسيبيها 3 دقايق عشان ما تتعبيش. هتعمل معاكي عرق بسرعة. انا دلوقتي هشكل معايا الكور بعد ما سبتها ترتاح. هشكل الكور، احط سمنه. انا حاطه سمنه على زيت نباتي وسمنه بلدي. حاطه في الصينيه سمنه من تحت، وهعمل كور وايدي ناشفه ما فيهاش اي سمنه. زي ما انتوا شايفين كده، هحط سمنه من فوق كمان علشان ما تعملش قشره وتنشف. هكور كل الكميه اللي معايا ديت. انتي بقى قطعي حسب الكميه اللي معاكي. انا كده مقطعاهم. هعمل كل فطيره 4 كور. لازم نحط سمنه، هي مش هتبقى كتير قوي بقى ولا دسمه ولا الكلام دوت. انا عاملاها يعني متوسطه. اللي بيحب بقى السمنه وهي سمنه بلدي وحلوه وخفيفه يحط كتير ويكتر عن كده، بس انا مش بحب اكتر السمنه. هنبدأ كده على السطح النضيف بتاعنا. هنحط سمنة تحت ونحط الكورة بتاعتنا ونحط العجينة. طبعا ده بعد ما ارتاح. انا ريحتها لما عجنتها، ريحتها حوالي ساعة، ولما كورتها ريحتها حوالي ساعتين او ساعتين واكتر كمان. بصوا، يعني العجينة ما شاء الله ما شاء الله بتاخد وتدي معايا كويس قوي وما بتتقطعش. حتى لو اتقطعت هتقطع قطعة صغيرة مفيش مشكلة خالص. كل ده هيتدرى من جوه والطبقات هتبقى زي ما هي. هنتني كده، هنطبقها وهنحط بين الطبقات دي سمنة. السمنة والزيت اللي انا بستخدمه سمنة بس، وفي ناس بتعمل بالزيت بس زيت نباتي يكون نضيف طبعا، اكيد مش بتاع التموين. هنفرد كده، ميكونش فيه خاتم ولا دبلة في ايدينا عشان العجينة ما تتقطعش. بص اتقطعت مني بس ايه، عادي خالص. العجينة اللي انا طبقتها الاولى ديت انا هجيبها احطها هنا في النص واقفل دي عليها كده. مع كل تطبيقة هحط سمنة عشان تورق معايا، وهكذا لحد اما اخلص. آم، 4 كور. الفطيرة هتبقى 4 كور. انت عايزة تعمليها اكتر من 4 كور براحتك، بس 4 كور ما شاء الله، يعني عاملة لي فطيرة كبيرة. الفطيرة اللي انا عاملاها ب4 كور دي ممكن نكون هنشتريها مثلا من الفرن ب50 جنيه او 60 جنيه كمان. مش واخدة معايا حوالي ربع كيلو دقيق. يعني ال2 كيلو دقيق دول هيعملوا لي كمية يعني ما شاء الله حلوة. نفرد كده. دي رابع كورة. العجينة كل ما ارتاحت كل ما بقت سهلة معاكي ويعني بتتفرد بسهولة. بصوا الرخامة باينة من تحتها. دي رابع واحدة. انا جبت ال3 اللي انا طبقتهم في قلب بعض، حطيتهم في قلب دي اخر واحدة. بصوا العجينة من كتر ما هي مريحة بتتنفخ لوحدها، يعني لسه ما حطيتهاش على النار ولا حاجة.
خلاص انا سبتها برضو بعد ما طبقتها ريحت. بصوا لما ضغطت عليها الضغط ما رجعتش تاني. هفردها بقى، تفرديها في صينيه، في طاسه زي كده مش بتلزق. على العموم هي عمرها ما هتلزق لان هي طبعا فيها سمنه كتير، فعمرها ما هتلزق في اي حاجه، حتى لو انتي بتسويها في حاجه بتلزق. ما تقلقيش خالص من الخطوه دي. النار معايا هتبقى متوسطه. انا هسويها فوق، يعني فوق البوتاجاز مش في الفرن. لو سويناها في الفرن هتنشف مننا. انما لو عندك فرن فلاحي اللي هو ناره عالية ده هيسويها كويس جدا جدا. انما لو عندك فرن عادي بوتاجاز عادي زي كده يبقى سويها على النار احسن، هتطلع هشة وطرية زي ما شفتيها في اول الفيديو كده. هنفضل واقفين جنبها نشوفها كل شوية، نراقبها كده، وبعدين هروح قلبها بالسباتولا كده او باي حاجة معاكي خشب، المهم انها عشان ما تتقطعش. بصوا انا سايبة بقية الفطير بقى بيريح. عايزة تحطي 2، كل عين عليها واحدة، 3 عشان تخلصي السوا بسرعة. اهم حاجة يكونوا ريحوا عشان تفرد معاكي في الطاسة وفي الصينية. يا رب ان شاء الله اكون افدتكم وتكونوا استفدتوا معايا، ويكون الفيديو عجبكم خفيف على قلبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وشجعوني بكلمة حلوة في الكومنتات. واللي ما يعرفش يعمل الفطير خلاص بعد كده هيعرف يعمل الفطير. ومفيش يعني لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. بصوا خفيفة خفيفة. الفطيرة ربع كيلو، احنا لو اشتريناها حوالي 50 جنيه من الفرن دلوقتي. الفطيرة ما شاء الله كبيرة. جربوها وان شاء الله مش هتندموا وهتعجبكم. وبألف هنا يا رب للي كلها، وبألف هنا لما تعملوها وتاكلوها. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. السلام عليكم.